لو لسه بقى بتعملي القرنبيط بالبيض وبالحليب، تعالي شوفي الوصفة ديت من غير بيض ومن غير حليب، اقتصادية جدا وبيطلع معاكي مقرمش وطعمه تحفة جدا حتى بعد ما يبرد كمان. اسمعي صوت القرمشة. لازم تجربوا الوصفة دي. اول حاجة هنا انا معايا القرنبيطة دي، معايا لازم تكون حجمها وسط كده عشان ما تبقاش ناشفة معاكي، وتكون متماسكة ببعضها كده ما فيهاش اي فراغات. هبدأ اشيل الراس من فوق بالشكل ده. تقطيع القرنبيط على حسب ما انت عايزة الحجم، بس خليه حجم وسط كده عشان احنا لسه هنعمل له كفر، يعني هنحطه في الخلطة بتاعته وهيبقى هيكبر معاكي شوية. فخليها حجمها حلو كده. انا بحب اقطعه صغير، هقطعه الاول لوردات كبيرة كده وبعدين اقطعه لوردات صغيرة بالشكل اللي انت شايفاه ده. قد ايه الوصفة دي حلوة واقتصادية ومن غير بيض خالص، هيطلع معاكي كريسبي وحلو جدا. وبعدين ابدأ اقطع السكان بتاعته كده، لو لقيتيها ناشفة معاكي شيليه، لو مش ناشفة سيبيه بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. يعني حجمه يكون متوسط زي ما انا قايله لك بالشكل ده. هبدا اخده اغسله كويس جدا تحت الحنفيه، وفي حله على النار كده هنزل هيبقى فيها ميه مغليه وانزل بملح وكمون. الكمون بيحوش ريحه القرنبيط خالص وريحه الكرنب، فدايما حط في ميه السلق معلقه كده من الكمون. وابدا انزل بالقرنبيط كده. اول ما الميه تغلي بسيبه 3 دقايق بالظبط عشان ما يتهريش معاكي. 3 دقايق بالظبط وطلعيه. بعدين هبدا اعمل الكفر بقى. معايا 3 كوبايات من الدقيق، عليهم كوبايه من النشا، واحط ملح، كمون، معلقه كبيره كده من الكركم بتدي لون حلو جدا، واحط معلقه من البيكنج باودر. ابدا اخلط الخليط ده كويس جدا مع بعضه بالشكل ده. ابدا اخد كوبايه بقى من الخلطه اللي انا عملتها ديت، وبعدين اضيف عليها كده نص حزمه من الكزبره الخضراء، وابدا انزل بالميه تدريجي كده. انا عايزه اعمل خليط شبه خليط الكيكه كده بالشكل اللي انت هتشوفي قوامه معايا كده. بعدين عشان انا كنت مقطعه بس الكزبره الخضراء كبيره شويه، انت قطعها ناعم خالص، انا اديت له ضربه كده بالهاند بلندر او في الخلاط، بنعم الخلطه دي تبقى معايا بالقوام ده كده، قوام مثالي جدا ليه. بعدين بعد القرنبيط ما برد شويه، هبدا اخد بالواحده كده وابدا انزل بيها في الخلطه دي كده، وبعدين اخدها على الدقيق والنشا اللي انا عاملاه، وابدا اقلب فيها من تحت لفوق كده حسب ما انت عايزه حجم الكفر بتاع القرنبيط قد ايه. حوالي 5 6 مرات تقليب كده بيطلع قوامها مظبوط جدا. هعمل معاكم كمان واحده. بننزل الاول في الخلطه دي وبعدين بناخده على نفس فكره الستريبس كده او الفرايد تشيكن، من تحت لفوق كده بيديكي بالشكل ده. وبعدين بقى في حله على النار كده، انا عملت في حله عشان اوفر كميه الزيت. ابدا انزل بالقرنبيط كده، بياخد حوالي من 3 ل5 دقايق عشان احنا اصلا مسويينه، بيطلع معاكي مقرمش